السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحلى أسرة؟ كيف حالكم يا رائعين؟ إن شاء الله تكونوا في خير وفي سعادة وفي تقدم وفي ازدهار. طبعا البرقع هذا اللبس الجديد أبصرتوا ما شاء الله استعملوا أمان السعلح وحس عليه بسرسوا على قد برقع البراقع الحالي حق صنعاء. البراقع اللي بيلبسوها هذا الأيام بسرسوا زعمنوها بسرسوا زعمنوها أمانة بسرسوا زعمنوها بسرسوا زعمنا الفتحة بسرسوا زعمنا الفتحة أمانة بسلوس عمل الفتحة. بسلوس عمل الفتحة بسلوها. هذا البرقع حق ذا الحين، هذا البرقع الذي بلبسنه المسلمات اللي في اليمن، هذا البرقع الذي به شوهين ديننا ودمرين شبابنا وقتل نص الشعب وخلوا الآباء يغلوا المهور وخلوا الفاسدات يزيدين. هذا البرقع أنتوا عاد تستغربوا من العنوان حق الحلقة، وأنا أقول لكم معي كل الأدلة ومعي كل الإثباتات الذي تأكد كلامي وصوتي هو ذا واحد منهن. عاد أنا صورت لكم حلقة أول أمس الذي حق الكوبين الروسية، بس أنا شفت موقف من الله سبحانه وتعالى خلاني ما عاد قدرت أتكلم ولا عاد قدرت أتنفس، بس الحمد لله ربنا أعطاني فرصة وقدرت إن أنا أصور الحلقة حق اليوم. ووعدت رب العالمين إن أنا ما أتكلمش بالموضوع اللي أنا شفته إلا بعد سنة، إن القيامة قربت وإن الساعة قريبة. هذا الذي أنا أستر أقول لكم عليه. أنتوا هتستغربوا الله يكلمني زعم أنا ملاك. لا أنا ملاك ولا أنا رسول، أنا مكرمة، أنا خليفة الله على الأرض زي ما أنتوا خلفاء الله على الأرض. مدام كلنا أولاد آدم فنحن مكرمين، والله سبحانه وتعالى جعل الملائكة كلها تسجد لمن؟ لأبونا آدم. فهمتوا؟ والذي عيتفقعس ويقول لي بقى أول حاجة قبل ما تتفقعسوا القرآن بيننا وتفكروا وابعدوا النظارة الشمسين من عيونكم وانتوا عاد اكتشفوا رسائل رب العالمين بأنفسكم، لأن رسائل رب العالمين هذه ما بتجيش لي لحالي، بتجيلي وبتجي لكم يا جماعة. بس الإنسان لأنه ماشي في الدنيا في ضلالة وماشي بعد خطوات إبليس، لأنه قلنا لكم خطوات إبليس واضحة علشان إبليس ما يخليش البشر يشوفوا الرسائل الذي بينهم وبين ربهم، ما يفعل يخلي الناس يتعروا علشان أنتوا تركزوا في العري زي ما فعل بأبونا آدم وأمنا حواء. إيش فعل بهم؟ مش نزع عنهم لباسهما لكي ترى سوءتهما هياما، وبيفعل بكم هكذا علشان تركزوا في العري وتركزوا في التعارة وتركزوا في المؤخر وتركزوا في هذا وما تركزوش في الرسائل الربانية الذي بيرسلها رب العالمين لنا جميعا على الأرض يوميا. هتقولوا معلش بتخرفي، أنا بين خرفش، أنا بين أقول لكم تفكروا لعلهم يتفكرون لعلهم يرجعون لعلهم يرحمون. كم قالها الله في القرآن الكريم؟ كم قالها الله في القرآن الكريم؟ لعلهم يتفكرون لعلهم يرجعون لعلهم يعقلون لعلهم يرحمون. صح ولا لا؟ بدأت تتجلى رسائل الله سبحانه وتعالى لي وبين أشوفها واضح أمامي. رسائل الله جت لي مرتين. أول مرة عندما قررت أن أنا أنزل وزني من 130 أنزل وزني، بدأت قلت خلاص أنا قررت أن أنا أنزل وزني ولا يمكن أن أنا أتراجع. إيش اللي حصل؟ الله علشان يشوف أنا صدق رسل لي رسالة يشتي يقول لي هذا الرسالة إثبات جدية يا سمية ولا عترجعي؟ ما فعل، خلى البنات يتصل لي سمية معانا حفلة معانا عزومة. تخيلوا ثاني يوم من اليوم اللي أنا قررت فيه أن أنا أنحف، أنا جلست أضحك نص ساعة، والله أن أنا جلست في القاع ما عاد قدرت أسنب من الضحكة. بصرت صلاة السماء قلت يا رب هذا الرسالة منك، جيت تشوف أنا شنزل وزني ولا ما شيء ولا أنا بين أتحجج. نزلت وزني وصبرت وتحملت وجلست 3 سنين ما نزلت وزني. جت لي رسالة ثانية إرشادية لما كنت هذيك الأيام أخزن مع البنات. ماتت صاحبتي وهي جالسة على كتفي، كانت طارحة يدها كذيه فوق كتفي وماتت بين يدي وإحنا مخزنات، وكنا بنضحك ونتجابر ولكن بينها حاجة، وكانت
وماتت بين يدي. هذه كانت رسالة إيش؟ مش كانت رسالة تنبيهية من رب العالمين. ما خلاهاش فيني، خلاها في صديقتي، بيقول لي سمية اصحي. وإحنا نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به غيرنا يا رب العالمين، يا رب لك الحمد. هذه كلها رسائل تنبيهية وإرشادية وتوعوية وإثبات جدية ولا لا؟ هذه رسائل من الله ولا لا؟ كم من ناس قلتكم الله؟ كل واحد يشوف حوله. الشيطان هدفه إنه ما يخليش الإنسان يشوف الرسائل الذي بينه وبين رب العالمين. لهذا بيدخل لهم من ملذة الدنيا، من متاع الدنيا، من الشهوات، من طمع الدنيا. وربنا نزل آيات خيرات. الله بيكلمنا يا جماعة، أبشركم، الله بيكلمنا كلنا، بيكلمنا كلنا، بيكلمنا وحي ورسائل على الأرض، وبيرسل لنا ناس يعلمونا ويصحونا. أسألكم بالله، كم ناس بيخافوا من السرطان؟ أمانة كم من أسرتكم قد ماتوا بالسرطان؟ طيب الناس اللي بيموتوا أسرتهم من السرطان، مش هذا رسائل تنبيهية من رب العالمين؟ ما هو هذا الهساهس اللي انتوا عايشين فيهن؟ الخوف هذا المخاوف اللي ما بش لها وجود. أمانة أسألكم بالله، كم من أصدقائنا، بس كم من ناس يمنيين ماتوا بالقات؟ أنا أشرح لكم صورة أول واحد عادوا مات أول أمس، مدير مدرسة، مات بالقات، مات اشترخ بالقات ومات. وفي ناس غير ماتوا بالقات. هذا مشي رسائل تنبيهية من رب العالمين إن القات هذا مصيبة، وإن الموت بيجي في لحظة. هذا مشي رسائل تنبيهية ولا لا؟ أسألكم بالله، يا أروع أسرة على وجه الأرض، يا من عاد تفكروا، هذا كلها رسائل تنبيهية من رب العالمين ولا لا؟ الفساد اللي قد احنا بنبصره والتعري والخروج عن ذكرة الله سبحانه وتعالى، هذه مش كلها رسائل تنبيهية من رب العالمين؟ مش ربنا بيرسل للإنسان رسائل تنبيهية ورسائل إرشادية ورسائل توعوية ورسائل ربنا مش بيكلمنا ولا لا؟ مش بيكلمنا بالوحي؟ وهذا هو وحي ولا لا؟ من كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه وسنجزي الشاكرين. صح ولا لا؟ أنا بين أدور حرث الآخرة. لهذا الرسائل رب العالمين بتتجلى بين أشوفها قدامي. آخر رسالة من رسائل رب العالمين شفتها أمس، اللهم لك الحمد ولك الشكر، والذي يقدر أقول لكم عليه إن القيامة قربت. وهذا الذي مفزع لي ومخلي صوتي هكذا ومطلع لي حباهي ذكا. طلعت تخيلوا هذا كله من أمس، هذا كله من أمس، تخيلوا. وعاد أنا صورت لكم حلقة أول أمس يعني، والأمور سابرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. أكثر رسائل بتخوفني هي رسائل رب العالمين، أما رسائل البشر ما بتهز شعره. أنا بتهمني رسائل رب العالمين، لأني رسائل رب العالمين هي الأهم. ما دمنا على الأرض لازم نتفكر برسائل رب العالمين، لأن رسائل رب العالمين هي المهمة. الله سبحانه وتعالى بيكلمني وبيكلمكم، بس لعبة الشيطان إنه يخلي الإنسان ملتهي بالشهوات وبمتاع الدنيا وبالمال وبالحقد، علشان ما يقدرش يشوف الرسالة الذي بينه وبين رب العالمين. لأن المشاكل والظروف والمخاوف والحقد بتكون النظارات الشمسية العاكسة الذي بتحجب الرؤية بين العبد وبين ربه. الله سبحانه وتعالى خلقنا كلنا في الأرض المعجزة، خلى الملائكة تسجد لآدم وإحنا أولاد آدم، يعني الملائكة سجدت لنا. المفروض إن إحنا نحمد الله ونشكره ونكون مع الله قلبا وقالبا، لأنه سر وجودنا على الأرض هو طاعة رب العالمين. وقلت لكم أنا بين أتفكر إحنا إيش سر وجودنا على الأرض، اكتشفت إن الله سبحانه وتعالى طرحنا في الأرض من أجل اختبار، وبيكلمنا يوميا، بيكلمنا يوميا. أسألكم بالله، كم مرات بتخافوا من حاجة بتلقوها تجاهكم؟
كم مرات بتخافوا من الفقر لقيتوا فقر، كم مرات بتخافوا من الموت ماتوا الذي حولكم، كم مرات بتخافوا من السرطانات بتبصروها تجاهكم. مش هذه الرسائل من رب العالمين توعوية وتنبيهية لكم؟ هذه الرسائل ولا لا؟ كم ناس بيفتجعوا من الدمام بس بيلقى دمه؟ كم بنات بيفتجعوا من الصراصير؟ أمانة كم بتلقى صراصير قدامك؟ كم ناس بيخافوا من الفيران وبيلقوا فيران؟ أمان تفكروا في كتاب الله. أنتوا دارين كتاب الله هذا معجزة عظيمة، والله معجزة عظيمة. قلت لكم رسالتي على الأرض أنني أكتشف سر وجودنا على الأرض، وهذا الذي أنا بنطمح فيه، لأنه الحياة والدنيا لا تنفعني مثقال ذرة ما دام الله سبحانه وتعالى طرح لبني آدم وقت معين، يعني يعمر في الدنيا 60-70 سنة، وطرحني على الأرض وطرح لي عقل وخلاني أشوف عقول البشرية، ونزل إبليس معي للدنيا، في معناته أنا في اختبار، أنا في اختبار، يا إما يكرم المرء ولا يهان. أنا يا جماعة حبيت إننا أشارككم الذي بيحصل معي يوم بيوم، علشان نتفكر وعلشان نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا لن تدوم لحد، ويا بخت من فلت الدنيا وهو كاسب للآخرة وناجح في الآخرة، لأن الدنيا ما عدمش لحد. أنا شفت رؤية إن القيامة قربت، وهذا اللي مخلي صوتي هكذا. المهم، هذا رسالتي، اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد. المسامحة يا قوم، ويا منعاه لو سمحتوا، لو تكرمتوا، لا تخلوش متى إبليس تكون النظارة الذي تحجز بينكم وبين رب العالمين ورسائله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.